مشروع مربح اللي راح تدخلوا به دراهم عجب وما ياكل لكمش بزاف المقادير وما راحش تتعبوا فيه. ميني كنافه اللي راهي توندونس تقدروا ديروها حتى لمناسباتكم ولا لضيافكم، تحمر لكم وجهكم وتجي بزاف بنينه وسهله. واش نحتاجوا؟ عندنا القطايف نفتوها بيدنا هكا مليح باش تولي لنا هكا صغيره مقطعه مليح. نزيدوا لها 2 ملاعق كبار تاع السكر الناعم نخلطوهم ونديروا السمن اللي يكونوا ذوبنا. ديروا خلطوا، المهم تشبعوها لدم. وللحشو ديالي راح نستعمل بطاطا ختيني التاج اللي جديده في الاسواق من شركه تاع بالماري. تعرفوا لي برودوي تاع بالماري كاليتي وبنان، ذوقوها ورجعوا لي بالخبر. ماشي حلوه بزاف، فيها الذوق تاع الشوكولا والبندق. راح نزيد لكم بنه عظيمه في الكنافه ولا الحلويات اللي راح تخدموهم في العيد. عمرت في البوش وراح ندهن لي مول ديالي هادو اللي نديروا فيهم لي تارتولات، ندهنوهم مليح بالسمن. وتقدروا ديروا اي مول ماشي شرط هدايا. نديروا القطايف تاعنا ونعبزوها مليح ونطلعوها في الاطار. علاش قلت لكم مشروع مربح؟ لانه ما تاكلوا لكمش بزاف الحشو. انا شريت 20,000 لوز بقشور وكنت حمصته ورحيته، ما نزيدوا والو. نديروا شويه في الحشو مع بطاطا ختيني التاج ثاني، نديروا غير شويه ونغلقوها بالقطايف ونعبزوها مليح وندخلوها طيب في فرن مسخن من قبل على 180 درجه. كي طيب وتحمر وهي سخونه عسلوها بعسيله تكون بارده، من الاحسن العسيله اللي طيب في الدار باش ما تجيكمش تقهم. اذا تحبوا نبارطاجي معكم الوصفه قولوا لي في التعليقات. نعسلوهم نخلوهم يبردوا، من بعد نزينوهم بطاطا ختيني التاج وشويه مكسرات وجربوها. سلام.